بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، معشر المسلمين في أي مكان كنتم، أهلا وسهلا في شهر رمضان، أهلا وسهلا ومرحبا في شهر العبادات والقربات، أهلا وسهلا في شهر الرحمات والنفحات، أهلا وسهلا بشهر الغفران والعتق من النيران، أهلا وسهلا بشهر أكرمه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره ومنزلته وفضله على أكثر من 1000 شهر. أهلا وسهلا بشهر العتق من النيران، أهلا وسهلا بشهر تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الرحمات، وتفتح فيه أبواب الجنان. أهلا وسهلا بشهر تغلق فيه وتغلق فيه أبواب النيران وأبواب جهنم والجحيم. أهلا وسهلا بشهر تصفد فيه الشياطين وتسلسل فيه مردة الجن والشياطين. أهلا وسهلا بشهر القرآن، أهلا وسهلا بشهر القيام والصيام، أهلا وسهلا بشهر قال الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فحري من أدرك هذا الشهر واستفاد منه، ويا للخسارة من أدرك أو دخل عليه هذا الشهر ولم يستفد منه ثم انسلخ قبل أن يغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدركون هذا الشهر بصحة وسلامة ويستفيدون منه بالقربات والطاعات، فيغفر لهم الذنوب ويعتق منهم النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. إخواني الكرام، أريد أن أقول كلمة وجيزة فيما يتعلق في هذا الشهر الفضيل وهذا ضيف الكريم الذي كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله وبدايته، وكذلك أصحابه الكرام والتابعون لهم بالإحسان كانوا يكرمونه ويقدرونه. بل ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعدون لاستقبال هذا الشهر 6 أشهر كاملة قبل قدومه، وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما عملوا فيه من الطاعات والقربات في 6 الأشهر التي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستفادة منه وأن يوفقنا للقيام بما أوجب الله علينا من الصيام والقيام. إخوة الإسلام، أمر مطلوب على كل مسلم أن لا ينساه، وهو أن ينوي هذه العبادة نية خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى، فإن النية أمر عظيم، أمر يغير أو يميز بين العبادات والعادات. قد يتساهل كثير من الناس ولا يعطون له قدرا كبيرا، فالنية أمر تصح به العبادات، أما إذا فقدت فلا تصح به العبادات، بل تبطل العبادات بدون نية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية أمر عظيم، أن يبيت المسلم النية، أي نية الصيام، من أول ليلة إلى آخر الليلة، فهذا أمر مطلوب. وكذلك يجب أن تكون النية في أثناء الليل ولا في النهار، فمن نوى في النهار صيام يومه فإن هذا الصيام لا يقبل منه ولا يصح، بل يجب أن ينوي الصيام في ساعات من الليل قبل الفجر أو قبل طلوع الفجر،
فمن نوى قبل طلوع الفجر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد صح صيامه، ومن نوى بعد ذلك أي بعد الطلوع فلا يصح له صيام. فعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وفي حديث آخر: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. والبيتوتة في اللغة العربية تكون خاصة بالليل ولا دخل لها بالنهار، فمن تأخر من ذلك فلا صيام له، بل يجب أن يصوم من باقي النهار عن جميع المفطرات، وكذلك يجب عليه أن يقضي ولا يعتبر له هذا اليوم. هذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه عليه كل مسلم. والنية محلها القلب وليس التلفظ باللسان، فإن التلفظ باللسان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة، بل النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما اتفق عليه أهل الحديث أو أهل الكتاب والسنة. فعلى هذا ينبغي أن تكون النية أولا، يعني أن يعتقد المسلم أن النية واجبة وأن ينوي، وأن تكون النية في الليل، وأن تكون النية محلها القلب وليس اللسان. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون عند المسلمين جميعا أن يستعدوا أن الصيام ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب فقط، بل ينبغي أن تصوم كل الجوارح، بل ينبغي أن يصوم حتى الشعور، أن يكون الشخص صائما من قلبه وقالبه، أي أن يكون صائما ظاهرا وباطنا. فمن صام عن الأكل والشرب الذي كان حلالا له قبل الصيام، فكيف يحل له أن يقترف المعاصي والذنوب؟ وهذا أمر بعيد كل البعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرمنا عن المباحات قبل رمضان، وأحل لنا المحرمات قبل رمضان وبعد رمضان. هذا أمر عظيم. فبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الأمر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يدل على أن من ترك الطعام والشراب فقط وعمل ما غير ذلك من المعاصي والذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل له صوما، لا يقبل له صوما. فعلى هذا ينبغي أن نتجرد وأن نبتعد عن كل الأمور المحرمة التي حرمها الشارع في الكتاب والسنة. هذا أمر ينبغي أن نتنبه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عنا هذا الصوم وهذه العبادة وهذا العمل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يتقبل منا، وأن يجزينا عنه خير الجزاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا هذه العبادة، وأن يتقبل منا. وجزاكم الله خيرا، ودمتم على خير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.